البنوتة الجميلة اللي في الصورة دي بقالها فترة ترند على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ما شاء الله عليها. هقول لكم ايه السبب، لان في ناس كتيرة جدا لغاية دلوقتي ما تعرفش ايه السبب اللي مخليها ترند. السبب ان البنت دي راحت تشتري كيس شيبسي، ما كانش معاها غير 5 جنيه، فاشترت بيها كيس شيبسي وهي طالعة من السوبر ماركت زي ما انتم شايفين كده. راحت لمحت حد غلبان معدي من قدام السوبر ماركت، فهي دلوقتي عايزة تديله كانت حاجة لانه كان صعبان جدا عليها، وما كانش معاها اي فلوس غير ال5 جنيه اللي جابت بيها كيس شيبسي، ما كانش معاها اي فلوس تانية. فراحت عملت ايه؟ راحت رجعت الكيس شيبس تاني للسوبر ماركت، وخدت منه ال5 جنيه وراحت مديها للراجل الغلبان ده. مين اللي شاف الموقف ده كله؟ صاحب السوبر ماركت شافها من كاميرات المراقبة. فلما شافها راح نده لها، قال لها تعالي خدي كيس شيبسي ده من غير اي فلوس، انا مش عايز فلوس خالص. فقالت له لا، انا مش عايزه حاجه والحمد لله، انا مش محتاجه اي حاجه وبابايا جايب لي كل حاجه، وراحت مشيت وسابته. فاللقطه دي راح هو منزلها على السوشيال ميديا. بصراحه يعني من ساعه ما نزلت كان في تفاعل كبير جدا من الناس، وحبت قوي الموقف ده، وانه كمان يطلع من طفله صغيره. فده معناها ان هي متربيه على فكره حب الخير وحب ان هي يعني تفضل الناس الغلبانه على نفسها، ودي حاجه حلوه جدا. فالناس حبت جدا من الموقف الانساني ده. فسبحان الله، يعني ال الحاجة اللي هي عملتها، او اللي هي كيس شيبسي، ممكن حاجة بسيطة جدا عملتها وما كانش في دماغها اي حاجة، وادت فلوسها للراجل الغلبان. ربنا شوف عوضها ازاي، ان خلاها يعني كل الاماكن دلوقتي، او كل البرامج عايز تصور معاها، كل اللقاءات عايز تصور معاها. خلى الناس كلها تحترمها وتكتب لها كومنتات جميلة جدا، رغم ان هي ما كانش في بالها كل ده وهي بتعمل موقف زي كده، كانت بتعمله بس لربنا سبحانه وتعالى. فحاجة جميلة جدا بصراحة من الطفلة. ومش بس كده، كمان النهاردة نزل خبر ان في شركة من شركات تصنيع الشيبسي يعني قررت ان هي هتحط اسمها، وهتعمل يعني في الكيس صورتها واسمها في الكيس شيبسي، يعني تعمل كيس شيبسي باسمها هي وبالصورة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. فبصراحة لا، يعني موقف حلو جدا. وده بصراحة يعني أكد فكرة إن الصدقة فعلا واحد لما بيعملها ربنا بيعوضها له في حاجات كتير جدا هو ما كانش متخيلها. يعني هي 5 جنيه بسيطة، شوف رجعت لها قد إيه يعني. الشهرة والبرامج وكل الحاجات اللي بتصور معاها دي كلها ممكن تكون أصلا بتديها مقابل لده. او حتى لو مبتديهاش مقابل، فكره ان هي برضو بقت سبحان الله الناس كلها حباها وبتدعي لها ومشهوره وكل ده لحاجه كانت بسيطه جدا ما كانش في بالها اصلا. فربنا سبحانه وتعالى بيعوض، وخلت الناس تتعلم منها ان هي لا يعني لما تشوف حد غلبان او بسيط في الشارع، لا تحاول ان هي تجبر بخاطره. فبصراحه رغم ان هي طفله صغيره، لكن الناس اتعلمت منها كتير قوي 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 قوي، ما شاء الله عليها. وكمان مامتها وباباها لما طلعوا معاها في اللقاء كانوا جمال جدا، وقعدوا يقولوا ان احنا مربينها ان احنا هي تحس بالفقير، وان هي لما تشوف حد غلبان لازم تديله. فطلعت متعودة على كده، عشان كده ما قدرتش ان هي تاكل كيس شيبسي وهي شايفة ان في حد محتاج فلوس.